مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. الحمد لله 3 نقط غاليين جدًا، 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 بس للأسف جايين بوجع القلب. الواحد تعب جدًا، جدًا من ماتشات الأهلي، ما ينفعش كده. عماد النحاس ما ينفعش، مش ما ينفعش كده، لأ ما ينفعش، ما ينفعش يكمّل كمدرب في النادي الأهلي. عماد النحاس كفاية عليك أوي كده، شكرًا ليك. ما ينفعش تكمّل معانا في النادي الأهلي. السنة اللي فاتت فعلًا أنت عملت معانا إنجاز في آخر 6 ماتشات، بس الحقيقة كان محمد شوقي ليه دور واللاعيبة ليهم دور. كفايه لحد كده، الله يخليك. طاهر اسوأ لاعب في الملعب، راح مطلع المهاجم بتاع الفريق رغم ان هو مش في حالته، محمد شريف، وراح مخلي طاهر هو المهاجم الصريح. جراديشار بره، بتموته ليه؟ بتضايقه ليه؟ ايه مشكلتك مع جراديشار يا عماد يا نحاس؟ عمال برضه في نهايه الدوري ركبت عليه وسام، وهو وسام اساسا سابنا ومشي. جراديشار كان بيلعب بمنتهى الحماس، ما بقاش عنده الحماس ده خالص. انت جراديشار عامل لك ايه يا عماد يا نحاس عشان ما تبتديش بيه الماتش وما تخلوش المهاجم الاساسي؟ بيكهام ما بيعرفش يلعب كوره، ده انت مدافع، ده انت مدافع يا نحاس. انت ما بتعرفش تحكم مين اللاعب اللي يستحق انه يكمل ومين ما يستحقش، وتروح ومخليه عادي جدا في الملعب، ولما طلع منزل مكانه العش. لا لا، كوكا الناحيه الشمال، اي حد معدي سلام عليكم يا حاج ويروح معدي، سلام عليكم يا حاج ويروح معدي. ده كوكا ما بيقولش لحد لا، اللي عايز يعدي بيعدي، ما عندوش اي مشكله. فانا شايفه كفايه قوي عماد النحاس، ارجوكوا محتاجين مدرب باسرع وقت ممكن، باسرع وقت ممكن. ما ينفعش خالص الاستمرار بعماد النحاس. انت بتفقد كل حاجه الحقيقه، سواء بتفقد لعيبتك ان اللعيبه كمان مستواها بينزل جدا، وبتفقد البطولات، فده ما عادش ينفع يعني. فدي نمره واحد. نمره اتنين، تريزيجيه اعتذارك مقبول يا تريزيجيه جدا. احنا قبلنا اعتذارك، انت فعلا لعيب كبير. احنا محتاجين من تريزيجيه، احنا عايزين محتاجين منك تبقى تريزيجيه، انت كده تريزيجيه النهارده. كل حاجه بتعملها في الكوره، تعاون مع زمايلك، بتشوط على المرمى، بتجيب هدف ولا اروع، كنت هتجيب واحد هدف تاني. اعتذرت للجمهور واحنا قابلنا اعتذارك، سواء كنا جمهور بره، الجمهور اللي في المدرجات او اللي بره المدرجات. الحقيقه احمد النحاس حب يقول لا انا عشان الناس بتقول لا ان هو ما يقدرش يطلع تريزيجيه، طلع تريزيجيه في احسن ماتش لتريزيجيه. سبحان الله، ما بيعرفش يبقى يكاتشن قوي في المباريات. خلاص يا جماعه، هو مدرب كويس جدا، بس مش هينفع يكمل يعني في اي مكان الا النادي الاهلي. فشكرا خلاص، شكرا لتريزيجيه على اللي عملته النهارده، واعتذارك مقبول تماما يعني. التحكيم، وما ادراك بالتحكيم. اداره النادي الاهلي هتفضلوا ساكتين لامتى على التحكيم؟ احنا بنفقد نقط، مش بس اننا وحشين، لان التحكيم خلاص واخد قرار هنذبحك. كل ماتش يبعت لك حد جديد، كل ماتش يبعت لك واحد جديد يدوس عليك، يقتلك، يخنقك، يذبحك، عادي جدا. النهارده وفى فعلا، وفى بكل وعوده وعهوده، وضمن مكانه تماما في التحكيم. خلاص هم راضيين عنك يا وفى، كلهم راضيين عنك والله. وطارق مجدي، انت ايه؟ انت بتنام بالليل ازاي يا راجل؟ انا عايزه ابقى انت كحكم ودايما ظالم النادي الاهلي كده. يعني انت بتنام بالليل عادي زي كل بني ادم كده، بيروح ينام عادي حاسس ان هو عمل اللي عليه. يعني انت بجد يعني سبحان الله. يعني النهارده 3 ضربات جزاء للنادي الاهلي، ما حسبوش، ما رجعوش، مش ما حسبوش، ده ما رجعوش. وكوره ضربه جزاء للاهلي فردت بهجمه على الاهلي، فكان في شبهه ضربه جزاء لسيراميكا، فراح منادي الحكم، وهو والحكم زي بعض يعني، يشوف ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا، فالحكم ما تفهمش بقى ما حسبهاش ليه. المهم يعني ان ما ينفعش، احنا ليه ضربه جزاء اصلا؟ والحكم هو داخل راح علي ماهر شتمه، وراجعوا الكاميرا هتشوفوا ان علي ماهر بيشتمه، على ما اعتقد قال له انت مجنون حاجه كده يعني. ما عملش اي حاجه. جه بعديها بكام كوره، مش في نفس الكوره، وليد صلاح الدين افتكر فجاه كده، ده انا مدير الكوره بقى لما انزل اشوف بقى اتكلم مع الحكم. ظلم للاهلي باين طول الماتش. والحقيقه يعني الحمد لله وليد افتكر، رجعت له ذاكره ان هو مدير الكوره وقام يتكلم معاه. الحكم ما كانش طايقه. الحكم مدي 3 انذارات للاعيبه النادي الاهلي، نفس الالعاب بالملي واكتر. على سيراميكا ما حسبش منهم كوره واحده ما حسبهاش. يعني كوره يا ربي منهم حتى يحسبها، لا ما حسبهاش، كانه مش موجود اصلا في الملعب، كان الحكم مش موجود في الملعب اصلا.
للاسف للاسف الاهلي بقى مستباح. الحكم وهو بيتصرف كده عارف كويس قوي ما حدش هيقول له حاجه. إيه لجنه الحكام عارفه ان ما حدش هيقول لها حاجه، ما حدش هيعترض على اي حاجه، ما حدش عارفين النادي الاهلي مستباح، النادي الاهلي ما حدش هيحميه، ما حدش هيقول لهم انتوا عملتوا كده ليه. الكره دخلت دخلت المرمى، دخلت بكامل الكره بالكامل جوه المرمى، جاب كل الزوايا منهم زوايا هو نفسه شاف ان هي دخلت في المرمى، بس طارق ما يحسبش. طارق مستحيل، طارق مجدي قراراته واضحه من اول يوم، انا حكم او فار، انا ضد الاهلي، انا هذبح الاهلي، انا زملكاوي، انا اعمل اللي انا عايزه، انا عندي اللي بيحميني، انا عندي اتحاد كره بيحميني وعندي ناس بتحميني كتير قوي. فالكره دخل يعني جول للاهلي وثلاث ضربات جزاء ما اتحسبوش، واخدين 3 انذارات، سيراميكا ما خدش انذارات في نفس الكور، في تحكيم بجد عار عار. اقسم بالله ان الاتحاد الدولي ده لو متابع الماتشات والحكام بتوعنا حكام مصر، والله العظيم ده ممكن يوقف النشاط. انا ما شفتش حكام كده، يعني انا في حياتي ما شفت زي التحكيم المصري في حته، يعني تحكيم بيفكرنا عارفين افريقيا زمان يا جماعه، ادغال افريقيا دي زمان كان التحكيم زمان كان وحش قوي، الحمد لله مش فارق كتير. فانا شايفه ان سكوت النادي الاهلي على التحكيم بجد جريمه. طالبوا بحكام اجانب، ما تعملولناش بيان ومش بيان، هم مش هيعملوا حاجه ومش هيفرق معاهم، حكام اجانب لكل مباريات النادي الاهلي. ان اداره النادي الاهلي مدرب اجنبي في اسرع وقت، عماد النحاس ما ينفعش يكمل، حكم اجنبي في اسرع وقت، مدير كوره اتكلموا معاه يتكلم شويه، معلش انا اسفه يعني لو يقوم بس كده من على الدكه، معلش احنا اسفين يا كابتن وليد، وتوصل بس لحد الملعب تتكلم وتشوف الحكم بيظلم الاهلي ازاي، وتتكلم مع الحكام والناس اللي والمساعد بتاع الحكم وكده. لعيبه النادي الاهلي ابقوا اشرس شويه مع الحكام، اتكلموا، ما بقولكوش اضربوهم ولا شتموهم، اتكلموا، ليك حق، روح 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 ودوس مع الحكم، لا ما تخافش ما تخافش، يعني انت النادي الاهلي يا ابني، ده هو يحلم اي حكم في مصر يحلم انه يحكم للنادي الاهلي، ده في تاريخه يقول انا حكمت النادي الاهلي، يعني يوم ما يدي انذار للاعب من النادي الاهلي يقول لك ده انا اديت انذار للشناوي لفلان لعلان، ده تاريخ، ده هو كده بالنسبه له يعتبره تاريخ على فكره يعني. روحوا اتكلموا معاهم، انتوا النادي الاهلي، انتوا اعظم فريق في القاره، انتوا النادي الاهلي، تروح تتكلم مع الحكم، ليك حق خده من الحكم، اوعى تسكت ولا تسمح للحكم انه يضيع حقك. ارجوكم اداره النادي الاهلي اتحركوا شويه، اتحركوا الله يخليكم في ملف المدرب وملف التحكيم، كفايه بقى كده يعني.